في الانجازات، انت ما انت شايف انجازات خالص، انت ما نزلتش مصر يا محمد يا علي، انت وامثالك، وما شفتش الطبيعه وما شفتش الواقع. احنا حققنا مكاسب من بعد ثوره 25 يناير، مكاسب مهوله. معلش المواطن البسيط يعني ما حسش بالتغيير قوي. بس دي بلد كبيرة بحجم مصر، كانت على مدار 30 سنة متهملة في بنية تحتية وطرق وصرف صحي وكباري ودنيا مقلوبة، والبلد كانت بايظة كلها، ما كانت عايزة تتهد من جديد وتتبني. كانت عاوزه تتهد من جديد وبتتبنى. اللي بيحصل بالفعل من بعد ثوره 25 يناير لحد النهارده، من بعد فتره الاخوان وجه الرئيس السيسي، فعلا بيهد في البلد وبيبنيها من جديد. لكن طالما في اصلاح اقتصادي، الشعب عمره ما يعيش رفاهيه، معروفه دي. انا ببني بيتي مانيش هبقى منزه. ده بلد، بل ده بلد، ده بلد بحجم مصر بتتبني، وبتتبني في عز الضغوط الخارجية، وتأثير على قراراتك في قضية غزة وفلسطين، وتأثير على قراراتك في حاجات كتير جدا. وفي حاجات ما بينفعش ان هي تطلع حد يتكلم فيها على العاب. يعني في حاجات خفية ما حدش بيقدر يتكلم فيها على العاب. مش هقول لك البلد احسن حاجة، لا هي مش احسن حاجة، ما وصلتش لاحسن حاجة. لكن احنا بنقول احنا يعني بدأنا اصلاح حقيقي. يعني مش هنهديها، ومفيش اغلى من الوطن، مفيش اغلى من الوطن. فاللي هربان بره مصر، وكل ما حاجه تحصل، كل ما حاجه تحصل صغيره يطلع يعمل عليها مش عارف ايه ويشتم في رئيسك، وانت تتفق تختلف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي رئيس جمهوريه مصر العربيه، دي اللي بيمثل مصر، دي رئيس جمهوريه مصر العربيه. ما ينفعش باي حق ان هاربين بره البلد يشتموه، وبالاساليب اللي هم بيتعاملوا بيها ده. واحد يعني انا مش عارف اقرر الشتيمه اللي انا بسمعها والاهانه اللي بيهنوها للبلد وللقيادات البلد وللجيش وللشعب نفسه. الناس دي يا اخواننا عاوزه تهد البلد، واحنا ما عادش في طاقه لكده، ما عادش في طاقه لثوره تانية ونعيد انتاج 15 سنه فاتوا. اه